لك أن تتخيل يا صديقي إن البنت دي ضحية من ضحايا الديب ويب، والديب ويب باختصار ما هو إلا دعم الفاحشة في الوطن العربي. الكلام ده كان في الغرب بس، وعمره ما دخل عندنا غير بحالة واحدة، عن طريق التيك توك، واللي للأسف اللي بيدعموا دولة عربية، لأنها بالمختصر المفيد هي اللي ماسكة الوكالة بتاعت التيك توك في الشرق الأوسط كله، وهي اللي حاطة القواعد والقوانين اللي بتدعم المحتوى ده عن أي محتوى تاني، وللأسف ما بتهاجمش غير أصحاب المحتوى الأصلي والهادف. طبعا اصحاب المحتويات الهادفة عارفين الموضوع ده، كل ما بينزلوا فيديو هادف يقولوا لك انتهاك لارشادات المجتمع، وده طبعا لو عرفك هيعرفك ان المجتمع بتاعنا بيدعم العري فقط، ده بحد علمهم والقواعد والقوانين اللي هم حاطينها لنا على التيك توك. بمعنى اصح المحتوى الهادف الغير مسيء للمجتمع هم مش عايزينه عشان يعملوا غسيل مخ لاطفالنا بل ولشبابنا كمان. فمن الطبيعي ان اي حد لما يشوف اي بنت او اي شاب بيتشهر بالاسلوب دوت مش هيفكر غير في الاسلوب ده. عشان كده انا قلت لك البنت دي ضحية من ضحايا الديب ويب. عرفني رأيك في الكومنتات ولايك ومتابعة عشان الفيديو اللي جاي حرفيا عظمة. سلام.